قبل أيام قليلة فقط من انطلاق كأس العرب في قطر، وقع ما لم يكن في الحسبان. 5 أسماء قدمت نصف موسم قويا مع أنديتها، كانت كفيلة أن تضيف قوة وعمقا لصفوف المنتخب الجزائري، لكن الأندية الأوروبية أغلقت الأبواب أمام مشاركتهم. النتيجة: ضربة قوية لخطط الناخب الوطني، وتحول مهمة الدفاع عن اللقب إلى اختبار للمرونة والتخطيط. في هذا الفيديو نعرض الأسماء، نحلل أسباب الرفض وتأثير ذلك تكتيكيا. قبل أن نبدأ التحليل ونكشف الأسماء ال7، لا تنسوا فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، دعم الفيديو بزر الإعجاب، وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل تحليلاتنا الجديدة. وجودكم معنا هو الدافع للاستمرار، وشكرا لكل من يدعم هذا المحتوى. لنبدأ بعبد القهار القدري، صانع الألعاب المبدع في نادي الغينت البلجيكي. إنه اللاعب الذي وصفه الكثيرون بأنه يمتلك الرؤية في التمريرات القصيرة وقراءة المساحات الضيقة. هذا النوع من اللاعبين هو حجر الزاوية لمنتخب الناخب الوطني الذي يحتاج إلى سلاسة في بناء اللعب وإيصال الكرة للأجنحة. ولكن لماذا منع؟ تشير التقارير إلى توصية صارمة من إدارة النادي بعدم تسريح اللاعبين خارج أيام الفيفا، خوفا على جاهزية الفريق في الدوري. غياب قدري يعني إقصاء خيار تكتيكي هام، لاعب قادر على ضبط إيقاع الوسط وخلق الاختراقات العمودية، مما قد يدفع الناخب الوطني للاعتماد على لاعبين أكثر صلابة ولكن أقل إبداعا. ننتقل إلى نذير بن بوعلي، هداف الموسم في نادي غيور المجري. إنه هداف بالفطرة، قناص منطقة الجزاء الذي يمتاز بالتحركات الذكية والحس التهديفي العالي. لقد تمسك ناديه به بحجة المباريات المحلية الهامة، مستغلا قانون عدم إلزامية التسريح خارج أجندة الفيفا. أثر هذا الغياب واضح، فالمنتخب سيحرم من خيار رقم 9 كلاسيكي الجاهز للمعارك البدنية. أمام منتخبات عربية تمتاز بالتكتل الدفاعي، كان يمكن لي بن بوعلي أن يكون سلاحا فتاكا في الكرات العرضية وإنهاء الهجمات. ومن الهجوم إلى حراسة المرمى، مع كيليان بلعزوق، الحارس الشاب العملاق في نادي رين الفرنسي، الذي يقترب طوله من المترين ويمثل موهبة للمستقبل. وكما هي العادة، تميل الأندية الفرنسية لحماية مواهبها الشابة وعدم المخاطرة بهم خارج الاستحقاقات الدولية الرسمية. لكن هذا الغياب لا يعني ضعفا فوريا في المركز، فالمنتخب يحظى بوجود الحارس المحترف ريان ياسلي القادم من الدوري الكندي، والذي يتوقع أن يكون الحارس الأول للجزائر في كأس العرب. الأثر إذن يكمن في فقدان عمق البدلاء. في الأراضي الهولندية نجد هشام فراح، الجناح السريع والمراوغ. مقارنته باللاعب حج موسى ليست من فراغ، فهو يمتلك نفس العناصر: السرعة الانفجارية، والقدرة على الاختراق، والمهارة الفردية. لكن ناديه الهولندي رفض التفريط فيه قبل مباريات حاسمة في البطولة المحلية. هذا الرفض يعني تقليص الخيارات الهجومية التي تعتمد على المفاجأة. فراح كان سيكون الورقة الرابحة بيد الناخب الوطني، قادرا على قلب الموازين في اللحظات الصعبة بفضل سرعته وجرأته. أخيرا، يانيس سواوي، ظهير لوهافر الموهوب. لاعب أساسي في الدوري الفرنسي، كان مرشحا لتقوية الجبهة اليسرى أو تقديم بديل شرس. إلا أن نادي لوهافر أشهر الفيتو بوضوح: نحتاجه في الدوري ولن نسرحه. هذا القرار يترك فراغا في العمق الدفاعي على الأطراف، خاصة في حال حدوث إصابات أو إذا أراد المدرب إغلاق المنافذ أمام أجنحة الخصوم. إنه نقص قد يكلف الكثير في مباريات خروج المغلوب. في نهاية المطاف، فقدان 5 أسماء قبيل كأس العرب هو تحد حقيقي للناخب الوطني وللاعبين المتاحين. لكن المنتخب أثبت تاريخيا قدرته على التكيف، والرد الحقيقي سيكون على أرضية الملعب. أما الأسماء الحالية، فهي قادرة على التألق والمحافظة على لقب كأس العرب 2021.